علي جبر، خريج أسنان 2012 من الجامعة السوري. باسل ناصر، طالب كلية إعلام سنة ثالثة، اختصاص إذاعة وتلفزيون. رين وفا عريس سنة ثانية إعلام. فراس سلوم، طالب كلية الصيدلة سنة ثالثة. سليم شلهوب، سنة ثالثة هندسة حواسيب وأوتوماتيك. عمار مسعود، طالب سنة رابعة كلية الحقوق. نوار الفاضلي، سنة ثالثة كلية الاقتصاد. اسمي وبيل علبي، بدرس فنون سنة أولى. اسمي همام تيناوي، بدرس هندسة عمارة. يارا كوكش، سنة ثانية كلية الإعلام، قسم الصحافة والنشر. اسمي كاتيا زيادة، طالبة إعلام سنة ثالثة. محمد دياب، طالب علوم سياسية بجامعة الرشيد. المقابلة كانت حلوة. تحسي حالك إنه مع أغاني مع رفيقك، يعني عم نحكي ثقافة عامة، عم نحكي شيء عن السينما، عم نحكي شيء عن الدوكيومنتري. أنا كنت أشتغل قبل بعدة أماكن، دربت فترة على التصوير، لكن اللي دربت عليهم بدور أكيد شيء بيفرق كثير عن اللي أخذناه قبل، لأنه أنا قاعدة المعرفية عن موضوع التصوير اختلفت كثير عن الأول، وكثير كان في عندي أفكار خاطئة وأفكار قديمة عن التصوير تغيرت كلها. دورة التصوير كانت بالنسبة لي ما تعلمنا نحن كيف نصور، قد ما تعلمنا كيف نفكر لحتى نقدر ناخذ صورة حلوة. الدورة هي أبدا ما لها مثل اسمها، لا علاقة بالتصوير. لا ما قصدي، هي علاقة بالتصوير، لا علاقة بأفلام وثائقية، بس الأهم إنك تعرف تصور، الأهم إنك تحط موسيقى، الأهم إنك تعرف تمنتج، إنك تعرف الفكرة كيف بدك توصلها للمشاهد، المشاهد هيك، تعرف شو هدفك من الفيلم، تحط أهدافك قدامك وعلى أساسها تعمل. كنا تفاجئنا انه ب 110 ساعات، نحن كانوا 110 ساعات شغل زائد الساعات الباقيين كنا فيهم. ما حدا ممكن يصدق انه بعيادات العمل بقلب جامعة دمشق ممكن يكون في هيك شيء. شوف إنه في عالم بيهمنا حلو كتير، إحنا ماشيين جنبه ومحسن فيه، بس بعد هاي الدورة أنا من الشغلات مش بقدر لأن اكتشفت الآن العالم صار فيني باخذ وبعطي فيه. العمل كفريق كان كثير مهم، الواحد بيشتغل يتعلم انه عرفان انه هو عم يشتغل مع فريق، انه في عالم احسن منه، في عالم اضعف منه، بيستفاد من نقاط القوة. عودتنا على انه نحب بعض، نشتغل كجروب ما نشتغل كل واحد لحاله. بنصح كل اللي بدهم يجوا بعدنا يكونوا على الكراسي تبعولنا انهم يحبوا بعض مشان يكونوا مستقبل. كون أنت ولا تكذب، لأنه إذا خبيت مين أنت عن جد ما حتجيب. تعلمت كثير شغلات ما كنت أعرفها. على سبيل المثال من قبل إذا بدي أسأل حدا عن اهتماماته بالسينما أو الموسيقى أو أي شيء بفكر فيه حتى أقرب منه، بقول له شو شايف أو شو بتسمع. اليوم صرت إذا بدي أقرب من حدا أسأله كيف تسمع، كيف تشوف، وهل يا ترى أنت قادر تعيش هالشيء اللي عم تشوفه واللي عم تسمعه، كيف تقرأ. هذا الأهم، هذا السؤال الأهم. عم استنى اليوم اللي بشتغل فيه شيء عن جد يرضي طموحي ويرضي الجمهور اللي أنا بدي أتوجه له، لحتى أتصل فيه وأقول لك أستاذ حكيم أنا اليوم تخرجت من الدورة وشكرا.